السلام عليكم. تشاهدون في هذا الفيديو صراخات بعض من المغاربة الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة، مظاهرات الجوع والعطش التي تصيب الزريبة. أكون بكيت وأنا هاد النهار والبارح، بكيت الدموع كنشوف معاقين، الناس اللي هما شيوخ ما قدروش يتمشاو. كيتبكى الدم. أكون بكيت وأنا هاد النهار والبارح، بكيت الدموع كنشوف معاقين، الناس اللي هما شيوخ ما قدروش يتمشاو. كيف ما تشوفوا هذه المأساة اللي تعيشوها الساكنة ديال الحوز، وحنا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام أزرناهم، وسبق لنا أننا راسلنا الجهات المسؤولة وراسلنا المسؤول الأول على الإقليم حول هذه المأساة اللي تعيشوها. حنا تنشوفوا بأن هناك برنامج حكومي من أجل إسكان هذه الناس، من أجل ضمان العيش الكريم لهاد الناس، ولكن هذا الشيء تيبقى غير تسويق اعلامي، غير البهرجه. ها انتم تتعيشوا تتشوفوا الحاله ديال هاد الناس. ها هما جميع الساكنه ديال الحوز اللي كانت متضرره من الزلزال، نساء رجال معوقين الى غير ذلك. هذا هو اللي كاين في الوقت اللي خص تفتح معهم باب الحوار، انهم تعيشوا مجموعه ديال المضايقات. تمت عسكرات بلديه تحناوت، لو شفتوا الاجهزه القمع اللي كانت البارح، وتم الاستفزاز ديالهم، وزياده على ذلك انه تم المنع ديالهم من جميع وسائل النقل. تخيلوا معي ان الناس من 6 الصباح هما مشيا على الاقدام، وما خدوش ولو كسرة خبز، لان كيف ما تشوفوا بان السلطه المحليه اي بلاصه وصلوا ليها تيامروا اصحاب الدكاكين بالاقفال ديالها. واش فعلا نحن في دولة الحق والقانون؟ أين هي دولة المؤسسات؟ فين هي المؤسسات؟ مواطنين معرضين للبرد، مواطنين معرضين للعراء، مواطنين يومين هما تعيشوا المضايقات من طرف السلطة المحلية. خاص تفتح تحقيق في هذا الشيء، وحنا غنطالبوا فتح تحقيق في هذه الانتهاكات. هذا الشيء تنعتبره انتهاك جسيم لحقوق الانسان.